لما بيجيلك لحظة بتسمعي كلمة بتضايقك أو بيحصل لك موقف بيضايقك، أستاذ صلاح عبد الله بيقول لك إيه؟ بيصعب عليه، يعني بيصعب عليه انه ساعات يقول لنفسه ايه، زي ما اكون انا اللي يعني انا اللي حببتك وانا اللي حطيتك في البريشر ده، بس هو ملهوش ذنب و... والناس كمان يعني تمام. كان عامل دور شر مش طبيعي في رمضان ونقابل حبيب. إيه اللي هو عمله ده؟ قلتي له إيه لما كنتي بتشوفي كل حلقة كمية الشر اللي هو؟ انا كنت معاه في وتقابل حبيب في التصوير طول الوقت، قرينا مع بعض، والدور ده انا شخصيا كنت حباه قوي، فاشتغلنا عليه مع بعض. انا بقول كده عشان بقعد اغيظه، يعني بقعد اقول له ايه، شايف المشهد ده لما قلت لك تعمل ما اعرفش ايه. انا حبيت الدور ده جدا لانه كان بقاله كتير ما عملش الشر. الناس كانت فاكره انه عبد العزيز ابو العزم ده اشر حاجه عملها صلاح عبد الله، لكن الحقيقه ان هو مش اشر حاجه عملها. عمل قبل كده حاجات صعبة جدا، يعني في نفس السكة كان في قيد عائلي من المسلسلات المهمة جدا، يمكن كان آخر حاجة الأستاذ عزت العلايلي ألف رحمة ونور عليه. لا في كتير، لا بس ارجعوا بس لورا شوية، لا في كتير وهو بيبقى حلو قوي. بصي هقول لك حاجة، كل الكاركترز عموما أي ممثل الكاركتر اللي بعيدة تماما عن شخصيته التحدي فيها أكبر. فبصراحة أنا على قد شره والدعاء اللي احنا خدناه طول رمضان كنت بخش على الستوريز اقول لهم يا جماعة والنبي كفاية دعاء هو كونوا بتدعوا على صلاح عبد الله واحنا في ايام مفترجة. لا والله فخورة بيه وفرحانة بيه قد الدنيا بجد، الحمد لله، ألف حمد وشكر.